السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ حقيقي وحشتوني جدا. يا رب كده تكونوا كلكم بخير. وحابب ان انا اطمن عليكم وعلى احوالكم. احنا قضينا مع بعض دبلومة جميلة. تعرفنا فيها على حاجات كتيرة في المحاسبة وحطينا رجلنا على بداية الطريق. اتمنى ان انتوا تكملوا الطريق. اتمنى كده ان انا اسمع كده عن كل واحد فيكم انه طالع من محاسب لمراجع لرئيس حسابات، ويا سلام على الناس اللي ما شاء الله تخش وتبقى في الإدارة المالية. لكن طبعا ده جانب مهم جدا في المهنة. في جوانب تانية في الحياة أهم بكتير إن احنا نعرفها ونتعلمها مع بعضينا ونفهم الحياة دي ماشية ازاي. ومن أهم الجوانب ديت هي الجانب كده الروحاني، الجانب بتاع ربنا، يعني إن كل ما تعلى فيه آه، بتتفتح لك أبواب كتير. الإدراك بيعلى أكتر. بتوصل لمرحلة إن أنت فهمت الأحداث اللي بتحصل دي معناها إيه. فلما تفهم بترتاح على فكرة. عشان كده أنا حابب أشارككم كده الفترة اللي جاية ديت في جانب جميل جدا عن الدنيا دي بدأت إزاي، اتحركت إزاي، ربنا خلقنا ليه أصلا. أكيد في هدف من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب هنعبد إزاي؟ فربنا أرسل لنا الناس اللي تعرفنا نعبد إزاي. قصة جميلة قوي كده من بداية الخلق مرورا بالأنبياء والرسل، وبأعظمهم سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حابب إن أنا أشاركهم فيها ونعيشوا جو كده حلو مع بعض، نشوفوا كده بعد كل حلقة. نتناقش، نشوف وصلنا لإيه، إيه اللي علي في أفكارنا، في إدراكنا، إيه اللي غير في حياتنا. السلسلة ديت أنا بتابعها تقريبا من حوالي 15 سنة أو أكتر، مع الدكتور الجميل الدكتور طارق السويدان. عالم في الإدارة وعالم في الدين، ما شاء الله عليه، حد جميل جدا. حابب أنا أشارككم بالسلسلة ديت أهو، ناخد ثواب وانتوا برضو تاخدوا ثواب لما تشاركوها. و هنشتغلها بنظام الحلقات، يعني هننزل حلقة للدكتور طارق السويدان. طبعا هي الحلقات كلها موجودة على برنامج ساوند كلاود. يا ريت لو تنزلوا البرنامج ده عشان تقدروا تشغلوا الحلقات اللي هنزلها. وبعد كل حلقة نعمل كده ايه، زي ورشة، نقعد نتناقش ونتكلم والموضوع ده جميل قوي. انا اتمنى ان ربنا يعني يكتب لنا الخير ونبدأه ونكمله لحد نهايته. يعني انتوا ربنا يعلم معزتكم كلكم عندي، انتوا ابناء عم خليل. بتمنى ان انا اسمع عنكم خبر حلو، يعني لو تشاركوني اخباركم الكويسه. نفسي افرح بكل حد فيكم بنجاحكم في حياتكم وفي شغلكم، ونجاحكم في اجتماعياتكم. واهم نجاحنا في الدنيا ان احنا نطلع منها بعمل صالح كده، ربنا يرحمنا بيه، ويوم ما نقف كده بين ايديه يكتب لنا كده الرحمة والمغفرة. لان الهدف مش الدنيا، الهدف الاخرة. الهدف ان احنا يوم ما نقف قصاد ربنا يرحمنا وسيدنا النبي يشفع لنا ونلاقي باب كده للجنة ان شاء الله اتفتح لنا. هي دي الحياة الحقيقية. الحياة اللي احنا عايشينها في الدنيا دي عبارة عن حلم كلنا عايشينه، مدته قصيرة قوي قوي قوي. اما الحياة الحقيقية هي الخلود في الجنة بإذن الله ونعيمها. نسأل الله عز وجل ان هو يكتب لنا الجنة ونعيمها، ونتجمع مع بعض كده بصحبة سيدنا النبي، نشرب كده من ايديه شربة كده. ربنا يكتبها لنا جميعا. اشوفكم على خير، واتمنى يا رب ان ربنا يوفقنا في السلسلة اللي جاية ديت، وبالتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم.